قد شدت انتباهي. هي رواية من حيث البناء القصصي، يعني اعتمدت بنية كلاسيكية، مسارا كلاسيكيا، ولكنها كانت ممتعة وشدت إليها القارئ. أهم ما في هذه الرواية هي قدرة السارد على النفاذ إلى غور شخصياته، وهذا النفاذ ليس وليد قراءات روائية فحسب، بل هو وليد معيش وقدرة على فهم هذا المعيش وتمثله. يعني بناء الشخصيات بناء أكاد أقول بأنك وأنت تقرأ شخصية أو تتتبع مسار أي شخصية أو خطاب أي شخصية، يرجع ما قرأته صدى شخصيات ربما قابلتها في هذه المدينة أو في غيرها من مدن تونسية شبيهة عاشت معناها في مجال الواحات. أهمية هذه الرواية إضافة إلى ذلك هي أنها مجمع أمثال. لو أن أحدنا جمع الأمثال التي وجدت في هذه الرواية فعلا يجد مجمع أمثال. والكاتب الروائي كان حاذقا لاستعمال هذه الأمثال في سياقاتها، وسهل على قارئ لم يعتد هذه الأمثلة أو يعني أن يفهمها من خلال سياقاتها. هنالك ثراء يعني في الذاكرة، واعتقد أن هذه الرواية تأتي لتسد فجوة ذكر